بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في المعجزة الكبرى. النهاردة هنتكلم عن قضية مهمة جدا بتفتح لنا كلام عن قضايا تانية. النهاردة هنتكلم عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. القضية جواها قضايا تانية وأسئلة تانية كتير هتدينا معاني جديدة إن شاء الله هنسمعها لأول مرة في المعجزة الكبرى. أهلا بكم، نكمل بعد الفاصل. أهلا بكم مرة تانية في المعجزة الكبرى. القرآن الكريم واضح وجلي الآيات فيه لما ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عندنا حقيقة في أول الآية إن ربنا والملائكة بيصلوا على النبي، وبعدين أمر يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الأمي النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل الصلاة وأحسن السلام. تعالوا نتكلم عن هذه القضية وإزاي نستفيد من هذه الآيات لما نتدبرها ونعقلها، نخرج مواضيع واستفادات شكلها إيه. تعالوا أرحب الأول بضيفي الكريم المهندس عدنان الرفاعي، الكاتب والمفكر الإسلامي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك شايف صلاة الله وصلاة الملائكة على النبي، إيه اللي ممكن نستفيده منها؟ معناها إيه؟ عندي معاني مختلفة للصلاة، وعندي القرآن الكريم بيقول بعض الدلالات اللي ممكن تكون مختلفة شوية. يعني عندي في موضع تاني في القرآن الكريم وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. فصلاة النبي علينا أو على أمته سكن وسكينة لينا. طب صلاة الله على محمد صلى الله عليه وسلم شكلها إيه؟ وهل صلاة ربنا سبحانه وتعالى تختلف عن صلاة الملائكة على النبي؟ وليه الموضوع دايما جاي بهذه الصيغة ان احنا لما نيجي نصلي على الله نسأل الله ان يصلي على النبي، بنقول اللهم صلي على محمد وآل محمد، عكس ما احنا منتشر عند كتير من الناس عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. طب ما عليه الصلاة والسلام ده تقرير حقيقة، صلى الله عليه وسلم تقرير حقيقة ان ربنا صلى عليه وسلم. فكل الأسئلة دي مطروحة على مائدة النقاش من خلال تدبرنا لآيات القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعتقد أنه لا يوجد مسلم إلا ويحفظ هذه الآية عن ظهر قلب. لكن أخي علاء، تعالى لنتدبر هذه الآية الكريمة. يقول تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي. لماذا اختيرت كلمة النبي مش الرسول؟ لماذا لم يقل تعالى إن الله وملائكته يصلون على الرسول أو على محمد؟ لماذا اختيرت كلمة النبي دون غيرها من الصفات الأخرى؟ هذا السؤال يجب أن نقف عنده. قضية ثانية، إن الله وملائكته يصلون على النبي. ما المقصود بالنبي؟ هل هو شخص محمد صلى الله تعالى وسلم، يعني النبي محمد، أم أي نبي؟ أي نبي من الأنبياء السابقين. يعني هذا السؤال. طيب تعالى، إن الله تعالى يقول إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي. لماذا هنا وضع كلمة هذا؟ لتخصيص النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. يعني هذه قضية يجب أيضا أن نقف عندها. قضية أخرى، الله تعالى يأمرنا، قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طيب كيف نحن نصلي عليه؟ يعني عندما نقول اللهم صل على النبي أو على محمد، هل نفذنا بالفعل الأمر الإلهي بشكل كامل؟ يعني الله تعالى يأمرنا، يقول صلوا عليه وسلموا تسليما. عندما نقول اللهم صل على محمد، هل نحن نكون قد نفذنا الأمر؟ والله في حديث ان الصحابة رضوان الله عليهم راحوا للرسول صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآيات وقالوا يا رسول الله أمرنا أن نصلي عليك فكيف؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد، اللي هو زي نص التشهد الأخير كده لغاية إنك حميد مجيد. أخي علاء، هنا لابد من العودة إلى الصفات الرسول النبي محمد. يعني الإجابة على هكذا السؤال يجب أن نعود إلى تلك الصفات. نحن قلنا هناك صفة اسمها صفة الرسول.
وصفة الرسول متعلقة بالمنهج. وقلنا يجب أن لا نفرق بين الله تعالى وبين رسله، والنص صريح، يعني يقول تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، لاحظ نؤمن ببعض يعني ببعض المنهج، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. لماذا عندما نحن نفرق بين الله تعالى وبين رسله نكون من الكافرين؟ نحن قلنا الرسول أو الرسالة تتعلق بالمنهج، والمنهج من عند الله سبحانه وتعالى، والمنهج هو مراد الله تعالى للبشر. فعندما نفرق بين الله سبحانه وتعالى وبين رسله كأننا نفرق بين الله سبحانه وتعالى وبين مراده، بين الله سبحانه وتعالى وبين صفاته. لذلك قال يعني وصفهم بالكفر من يفرقون بين الله سبحانه وتعالى وبين رسله. لاحظ استخدم كلمة رسله. أيضا الآية يعني الكل يحفظها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. إذن يأمرنا الله تعالى أن لا نفرق بين أحد من رسل الله سبحانه وتعالى. كويس. ويأمرنا أيضا أن لا نفرق بين أحد من أنبيائه. طبعا النصوص واضحة، يقول تعالى مثلا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. إذن المؤمن الحق لا يفرق لا بين رسل الله ولا بين أنبياء الله، ولا يفرق بين الله سبحانه وتعالى وبين رسله. طبعا هنا قد تسألني السؤال التالي، يقول تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ويقول: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. في تفضيل إلهي، هو ربنا يفضل، أما نحن لا نفضل. لاحظ تلك الرسل فضلنا، الضمير يعود إلى الله سبحانه وتعالى. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. أولا الذي يفضل هو الله وليس نحن. ثانيا ما هو الفضل؟ الفضل هو العطاء، بمعنى يقول تعالى: أنا أعطيت كل رسول أو كل نبي ميزة وصفة يمتاز فيها عن غيره من المرسلين والنبيين، صفة، وبالتالي كل واحد من الآخرين يمتاز عنه بصفة. يعني هذه قضية يجب أن ندركها بشكل جيد. علينا أن لا نميز بين رسل الله سبحانه وتعالى ولا بين أنبياء الله سبحانه وتعالى، وعلينا أن نعلم أن الله تعالى فضلهم، يعني فضل بعضهم على بعض، بمعنى أعطى كل واحد منهم ميزة يمتاز بها على الآخرين. يعني مثلا آدم، وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم، آدم سجدت له الملائكة. هذه صفة امتاز بها آدم على الأنبياء وحتى على البشر. كويس. مثلا نوح هو الأب الثاني للبشرية وجعلنا ذريته هم الباقين. مثلا إبراهيم هو خليل الله سبحانه وتعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا. موسى معروف هو وكلم الله موسى تكليما. عيسى إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، يعني ولد مليئا بالروح. إذا كل واحد منهم يتميز بميزة عن الجميع. جميل. الرسول صلى الله عليه وسلم كونه أنزل عليه أشرف الرسالات، والرسالة الحاوية لكل الرسالات، والرسالة التي تدرجت رسالات الله تعالى إليها، يقتضي أنه توجد فيه صفة من كل رسول ونبي من الذين يسبقونه. يعني نحن لا نبالغ وإنما نتكلم وفق منهج قرآني بحت. يعني فيه صفة من آدم، صفة من إبراهيم، صفة من موسى، صفة من عيسى عليه السلام. يعني مثلا بماذا يرتبط مع آدم عليه السلام؟ نحن قلنا عندما قال الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، علمه المفردات القرآنية في السماء قبل أن تدخل نفسه في جسده، وهبط بها إلى الأرض كما شرحنا في الحلقات الأولى، وحافظت عليها أمية حين نزول النص القرآني الذي تمت صياغته من هذه المفردات. إذا لاحظ يرتبط مع آدم بهذه المفردات. يعني المفردات التي تعلمها آدم في السماء عليه السلام نزل على قلبه الشريف النص القرآني الذي تمت صياغته من هذه المفردات. يعني هذه لاحظ ارتباطه مع آدم. أيضا هنا حكمة إلهية، يلاحظ من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يعني من أول نبي إلى آخر نبي
لاحظ إلى هذا الربط. يعني مثلا يتعلق بإبراهيم بصفة النبوة، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، لكن اتبعوه ماذا؟ كنبي وليس كرسول. الفرق بين اتباع النبوة والرسالة؟ بالضبط. يعني الرسالة التي أنزلت عليه صلى الله عليه وسلم أشرف من كل الرسالات وأعلى من كل الرسالات، ولكن صفة النبوة كما قلنا أقرب إلى صفة الجانب الشخصي. يعني أنت كنبي اتبع إبراهيم عليه السلام، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. الكلام ده نزل بمناسبة الحديث والخلاف اللي حصل بين اليهود والنصارى، ان يا ترى ابراهيم يعتبر يعني قريب اكثر لليهوديه ولا نصراني؟ ما كان ابراهيم يهوديا ولا مش كده؟ هو اقرب واحد لابراهيم عليه السلام هو محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ كلاهما وصف بالاميه. اخي علاء، وقد شرحنا مساله الاميه في الحلقات الاولى، قلنا الامي هو الفطروي الذي لم يقتبس من ثقافه المجتمع المحيط اي علم او ثقافه. وأن تعد إلى سيرة إبراهيم عليه السلام وإلى محمد صلى الله عليه وسلم تجد أن كل منهم وجد في مجتمع وثني يعبد الأصنام، وتجد أن كل منهم حافظ على فطرته النقية ولم يتأثر بثقافة المجتمع المحيط، يعني عبادة الأصنام، فبقي أميا. إن إبراهيم كان أمة، وأمة وأمي جذر لغوي واحد. وقال عن محمد النبي الأمي الله سبحانه وتعالى. إذا لاحظ العلاقة بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين إبراهيم عليه السلام. مثلا مع عيسى عليه السلام، عيسى ولد مليئا بالروح. محمد صلى الله عليه وسلم امتلأ روحا حين المعراج، تعرج الملائكة والروح إليه. حين المعراج امتلأت نفسه الشريفة روحا فعرج إلى السماء. شوف التعلق بصفة من صفات، بالصفة التي يتميز بها عيسى، تعلق بالصفة التي تميز بها إبراهيم، تعلق بالصفة التي تميز بها آدم عليه السلام. وهذا أمر طبيعي كما قلنا. كون الرسالة الخاتمة التي نزلت على قلبه الشريف هي يعني تحوي كل الرسالات السابقة للرسل عليهم السلام. عندك أمثلة تانية عن مثلا موسى عليه السلام؟ عن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كل رسول تعلق بصفة منه. يعني تتذكر أنت عندما قلنا محمد رسول الله، وقلنا القيمة العادية لكلمة محمد تساوي القيمة العادية لرسول الله لما تعدها بالحروف وقيمتها العددية. طيب ما هو كلهم رسول الله، يعني لماذا محمد قيمته العددية تساوي القيمة العادية لرسول الله؟ هذه الصفة التي تميز بها صلى الله عليه وسلم هي صفة الرسالة. يعني صفته التي تميز بها عن الجميع هي تعلقه أو بهذه الصفة التي هي القرآن الكريم التي هي صفة الرسالة. لذلك أتت كلمة محمد تساوي رسول الله. يعني تقصد تقول إن ده من ضمن الإعجاز اللي مخفي ومستخبي في القرآن الكريم وبتقرأ حضرتك قراءة جديدة، إنه رسول الله تساوي هي محمد. معجزة محمد القرآن الكريم، هي الرسالة هي الميزة التي امتاز بها عن الجميع، هو هذه الرسالة، ولأنها الشريعة الخاتمة المهيمنة على كل الشرائع. أما لاحظ مثلا قلنا عيسى تساوي الروح تساوي الإنجيل، ميزته الروح عيسى عليه السلام. لاحظ أنت عظمة الصياغة والكلام ده كله بالأرقام. أخي علاء، لا توجد قضية برهنت عليها لغويا إلا وأملك البرهان عليها عدديا. هذا قانون واحد، قانون يعني قولا واحدا. كل قضية نطرحها لغويا بفضل الله تعالى أملك البرهان عليها عدديا قولا واحدا. يعني قلنا قال الله 29، القرآن 29، فيبقى القرآن قول الله. قول الله. وقلنا يمتاز القرآن الكريم عن غيره بأنه هو وفقط هو قول الله سبحانه وتعالى. يعني الكتب الأخرى قلنا هي كلام الله والقرآن كلام الله، لكن يمتاز النص القرآني بأنه هو وفقط هو قول الله سبحانه وتعالى. أظن في القرآن كان في خطاب من ربنا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. لا، للرسول قولا ثقيلا، قول. وكلم الله موسى تكليما، لكن كلام مش قول. كشخص لم يتحدث هو عن التوراة، يعني هنا يتحدث عن الجانب الشخصي في موسى. وقلنا في الحلقات الأولى أنه تدرجت الرسالات السماوية. يعني كان في المرحلة الأولى قلنا الجانب الشخصي معه كل الصلاحية، هذا على صعيد منهج، ثم أصبح بين الكتاب السماوي والجانب الشخصي. في الرسالة الخاتمة النص القرآني هو فيه كل المنهج، في كل المعجزة. بالضبط، وكل المعجزة أصلا. يبقى عشان يبقى القرآن هو القول
هو قول الله وكلام الله. والقرآن نزله الله وأنزله الله، بينما الكتب الأخرى فقط أنزلها الله سبحانه وتعالى. هذه ميزات للنص القرآني غيبت أكثر من 14 قرنا. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. معلش اشرح للناس تاني الفرق بين أنزل ونزل. أنزل من ساحة إلى ساحة، يعني حدث هناك تغير في الماهية بما يوافق الساحة التي تم الإنزال إليها. المناهج السماوية أنزلت إنزالا، لذلك كل الكتب السماوية أتت من أنزلة. بينما المعجزة أو نزل لا يحدث تغير من الساحة الأولى إلى الساحة الثانية، يعني كما هي تماما. المعجزة نزلت تنزيلا، لذلك القرآن الكريم أنزل كمنهج شأنه شأن باقي الكتب السماوية، ونزل كمعجزة. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. طبعا نحن نتكلم عن التنزيل من عند الله. قد يقول قائل هناك نص يقول من قبل أن تنزل التوراة، نقول أتى بصيغة المبني المجهول. التنزيل من عند الله سبحانه وتعالى لم يأتي في كتاب الله تعالى إلا للنص القرآني. والقرآن الكريم هو وفقط هو قول الله سبحانه وتعالى، بمعنى صياغة لغوية من الله سبحانه وتعالى، ولذلك كان معجزة وتحدى الله تعالى به الإنس والجن. هذه هي الميزة التي امتاز بها صلى الله تعالى وسلم عن باقي الرسل السابقين. طيب برضو بتجاوب لي على الجزئية بتاعت ليه يعني إن الله وملائكته يصلون على النبي مش على الرسول أو محمد. بالضبط. أولا يعني ماذا تعني أن الله وملائكته يصلون على النبي؟ ما في آية ثانية تقول هو الذي يصلي عليكم وملائكته. ما هي الصلاة؟ ليخرجكم من الظلمات إلى النور. إذن صلاة الله تعالى والملائكة على إنسان هي عملية إخراج من الظلمات إلى ماذا؟ إلى النور. إلى النور. هذا نص قرآني. هو الذي يصلي عليكم، وليس فقط على النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. تعالي نأخذ هذا المعنى ولنقوم بعملية إسقاط على الآية التي بين أيدينا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، بمعنى يخرجون المصلى عليه من الظلمات إلى النور من خلال تمثل هذا المصلى لصفات النبوة التي هي النقاء والطهارة والخلاص. يعني مقدار ما أنت تتمثل صفات النبوة من نقاء وخلاص وطهارة، بمقدار ما يصلي الله تعالى عليك وملائكته، بمعنى يخرجك من الظلمات إلى النور. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، يعني تمثلوا صفاته، وسلموا تسليمه، يعني طبقوا ذلك في أفعالكم وفي جوارحكم. طيب طبعا نحن لسنا ضد المقولة يعني اللهم صل على محمد، وأنت يعني تراني أنا لا ألفظ إلا أقول صلى الله تعالى عليه وسلم، ولكن القول لا يكفي. هناك قضية أخي علاء أهم من القول. يعني القضية ليست مجرد قول، وعشان كده أنا كنت هسألك لابد من عمل مرافق لهذا القول لتتم الصلاة. ما عشان كده كنت هسألك على الصياغة. نعم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، يعني تمثلوا صفاته، مش وسلموا سلاما. يعني وسلموا تسليما، ما قالش سلاما، قال تسليما. بالضبط. يعني تمثلوا هذه الصفات في فكركم ومعتقدكم وطبقوها في جوارحكم على أرض الواقع. فإذا التسليم يكون هنا بقى بأن أنتم سلمتوا بالمنهج اللي جه بيه واتبعتوه، مش بس كلاما وقولا. صلى الله تعالى عليك وملائكته فيخرجك من الظلمات إلى النور، هكذا تعني الآية. طبعا القول نحن لسنا ضد القول، لكن هذا القول إن لم يترافق بعمل فماذا ما هي الفائدة؟ يعني مجرد قول. في ناس بتحتج بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هيصلي عليه واحدة يصلي الله عليه 10. نحن لسنا ضد هذا الكلام، ولكن نقول هذا الكلام يجب أن يترافق مع فعل، مع معتقد. يجب أن نتمثل صفات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صفات النبوة التي يذكرها النص القرآني فكرا وعقلا وسلوكا، وأن نقوم بتطبيق هذه الصفات في أعمالنا وجوارحنا على أرض الواقع. المقصد يعني مش معقول ان انت بتكتفي فقط في حياتك ان انت تصلي على النبي قولا بلسانك، لكن في كل افعالك بتخالفه في منهجه وفي الرسالة وفي الاوامر والنواهي اللي بلغها عن ربنا سبحانه وتعالى. فيبقى انت استفدت ايه من يعني كلامك ولسانك في انه هو بيردد الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، بينما كل افعالك تخالف افعاله وسنته وقدوته الحسنة. القضية اللي زالت مطروحة للنقاش. تابعونا مرة اخرى بعد الفاصل في المعجزة الكبرى.
بكم مرة تانية في المعجزة الكبرى. تعالوا نقرأ سوا آية كريمة في الكتاب القرآن الكريم، ونحاول نستخرج بعض الدلالات، وهسأل حواليها بعض الأسئلة. آل عمران 81. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. صدق الله العظيم. مسألة ميثاق النبيين، نعم. ليه مش ميثاق الرسل ولا المرسلين؟ نعم. ليه ميثاق نبيين؟ وهذا الميثاق نعم. يتعلق ببشارة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا كل نبي بيقول فيه بعدية نبي جاي، بعدين نبي جاي إلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم. نعم جميل. نحن قلنا أخي علاء، الله تعالى فضل كل نبي وكل رسول على غيره بصفة. الصفة التي امتاز بها صلى الله عليه وسلم هي الرسالة. لكن قلنا هذه الرسالة هي خلاصة كل الرسالات السماوية، وارتقت الرسالات السماوية تدرجا وصعودا للوصول إليها. إذن يبقى من ضمن باب التفضيل والميزة برضو لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن هو مذكور عند كل الأنبياء. بالضبط، كلهم بشروا. يعني انظر إلى الآية: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة. شوف، من عند كلمة ثم. يعني الآن سأبدأ من كلمة ثم. شوف يعني عظمة الإعجاز القرآني. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هل تعلم أن القيمة العددية لهذا المقطع يعني عند ثم جاءكم إلى نهاية الآية يساوي 19 ضرب 39؟ 39 هي القيمة العددية لكلمة أحمد، لأن اسمه صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث هو أحمد، ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. شوف عظمة الإعجاز القرآني. كل الرسالات بشرت بهذه الرسالة. لماذا؟ لأن هذه خلاصة الرسالات. كل الرسالات كانت لأقوام محددين، هذه البشرية جمعاء. ويا ريت البشرية قبلتها لكن كذبت. يعني هذه هي ميزته صلى الله تعالى عليه وسلم. إذا نحن ماذا قلنا؟ قلنا كون الرسالة خلاصة لكل الرسالات البشرية يقتضي أنه صلى الله عليه وسلم في ذاته أخذ جزءا من كل صفة امتاز بها رسول من كل الرسل السابقين. وقلنا يعني تعلق بآدم عليه السلام باللغة الفطرية التي نطق بها آدم وتعلمها في السماء، وهي نفسها اللغة التي نزل القرآن الكريم الذي تمت صياغته بها. يعني آدم كان يتكلم العربية قولا واحد، اللغة القرآنية. المفردات القرآنية. أنا أتكلم عن المفردات القرآنية. يعني مثلا كلمة سيف ليست كلمة قرآنية. أنا أتكلم فقط أخي علاء عن المفردات القرآنية. قلنا هي فطرية موحاة من الله سبحانه وتعالى، علمها لآدم في السماء قبل أن يهبط إلى الأرض. وعلم آدم الأسماء كلها ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. تحدثنا عن هذا بما فيه الكفاية إن شاء الله. وقلنا تعلق بإبراهيم عليه السلام بالأمية، وقال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. وقلنا تعلق بعيسى بقضية الروح، يعني عيسى ولد مليئا بالروح، لم تملأ نفس نبي أو رسول غير عيسى إلا محمد صلى الله عليه وسلم حينما عرج إلى السماء. وإذا تذكرت معي نحن قلنا جسد عيسى عليه السلام بهذه الخصوصية ضرورة لا بد منها. لماذا؟ حتى تستقر نفسه المليئة بالروح في هذا الجسد. يعني نفس مليئة بالروح لا تستطيع أن تبقى في جسد كأجسادنا المادية. لذلك صلى الله عليه وسلم عندما امتلأت نفسه الشريفة بالروح عرج إلى السماء. لكن معراج روحي وليس جسدي. يعني هنا قد نختلف مع الكثيرين، ولكن هذه هي الحقيقة القرآنية. تقصد أن رحلة العروج لسدرة المنتهى في السماوات روحية، يعني الجسد لم يصل؟ أخي لا، هناك مرحلتان. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. شوف، أخذ من مكان إلى مكان. هنا نحن متفقون معهم بأنه جسدا ونفسا، يعني وروحا كما يقولون. هم ماذا يقولون؟ يقولون كلمة بعبده دليل على الجسد
نقول لهم لا، هو بالفعل بالجسد، ولكن هذه ليست دليلا. بدليل قوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. طب هاي الملائكة عباد ودون أجساد. الدليل أنه أسري به صلى الله عليه وسلم من مكان هو المسجد الحرام إلى مكان هو المسجد الأقصى. هناك دليل آخر قال لنريه من آياتنا، يعني هو ما زال بطبيعته البشرية، نفسه محكومة لقوانين الجسد، بحاجة إلى آلية أخرى لكي يرى بها. لذلك قال لنريه من آياتنا، يعني هو لا يرى بطبيعته، بينما في المعراج قال رأى من آيات ربه الكبرى، رأى بطبيعته. طب ما عشان يشوف لازم يكون حاضر. يعني في الآيات بقى، تعالى أنت وفتحت موضوع مهم جدا. نعم. إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى. ذو مرة فاستوى. وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى. من الذي دنا أخي؟ يعني جبريل قولا واحدا، يعني منهم للأسف من يعني فسر غير ذلك. هنا جبريل عليه السلام. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. ماذا كان قاب قوسين أدنى؟ التحمت نفسه الشريفة مع جبريل، بمعنى عندما امتلأت نفسه الشريفة روحا سما إلى أعلى درجة. كويس. وهبط جبريل إليه فالتصقا ببعض. شوف عظمة الصياغة القرآنية. فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى يعني الله إلى عبده ما أوحى. دائما كان صلى الله عليه وسلم يتلقى الوحي عن طريق جبريل إلا في هذه الحالة. لماذا؟ لأنه سما وارتفع إلى مستوى جبريل. كويس. ما كذب الفؤاد ما رأى. نعم. قال الفؤاد الأولانية. نعم. هل المقصد ان زي ما حضرتك بتقول ان المرائي والحوارات الإلهية بين ربنا وبين محمد صلى الله عليه وسلم كانت وحيا قلبيا؟ طبعا. ما كذب الفؤاد ما رأى. رؤية قلبية. ولا عموما ربنا بينفي عنه انه يعني الوحي اللي نزل به الروح الأمين على قلبك، الوحي كان ينزل على القلب. صحيح. فممكن يكون ده معنى، يعني انه ربنا بيقول هو اساسا لا يكذب في اي وحي ياتيه من السماء، فلما يقول لكم على حاجه هو لا يكذب. فما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى. يعني انتوا ازاي بتنكروا؟ تكذبونه. لان هو بيرى خبر السماء وانتوا لا يمكن تشوفوه لان انتوا مش انبياء ولا رسل. ولقد رآه نزلة أخرى، وهو ده بقى كلامي. عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. يبقى هنا الكلام بيدي إيحاء إنه لا، النبي صلى الله عليه وسلم بروحه أو بنفسه وجسده التي امتلأت روحا موجود عند سدرة المنتهى فوق في السماء، يرى ويسمع ويتكلم ويكلم ربنا وربنا بيكلمه. طيب شوف أخي علاء، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، يعني التحم مع جبريل عليه السلام. هل جبريل هو جسد؟ لا. كيف سيلتحم الجسد مع الروح؟ يعني ماذا نحن يعني يسوقون أنه إن قلنا بأن المعراج كان بالروح يعني بالنفس الشريفة عندما امتلأت روحا هو إساءة أو إقلال من الأمر؟ لا، ليس إقلالا من الأمر. لا، في ناس بتقول كده. هقول لك ليه. الإسراء حدث بالجسد والنفس، يعني عندما امتلأت روحا، مش مختلفين عليها. أما المعراج يعني عيسى عليه السلام شو قال له؟ إني متوفيك ورافعك إلي. وتوفاه أولا، يعني فصل نفسه عن جسده، بعد ذلك رفعه. وأيضا من ذات المكان هناك نواميس قرآنية أخي علاء. القضية ليست كما نريد نحن، يجب أن نجعل من تصوراتنا خاضعة لكتاب الله تعالى، للعكس. أيوة، لكن حضرتك مش مفروض نخضع قدرة الله لأفهمنا ونوامسنا. يعني بمعنى إيه؟ دلوقتي ولله المثل الأعلى. نعم. لو أنا صنعت ثلاجة أو غسالة، نعم، كويس، نعم، الباب بتاعها بيفتح من مثلا من كده من الشمال لليمين. نعم. ما أنا اللي صنعتها. لو حضرتك عايز تغيرها وتخليها تفتح من اليمين للشمال هتجيبها لي. هعمل لك تعديل وهفك لك الباب وهعمل تعديل في الصواميل، هخليها تفتح لك من العكس. فاللي صنع الصنعة قادر يظبطها ويعدلها ويغير فيها. لكن فخالق النواميس وقوانين الكون هو القادر انه يكسرها. كان ذكر في كتابه الكريم، لكن الذي صنع هذه الصنعة هو الذي يقول لي ذلك. يعني أنا لا أشكك، يعني نحن عندما نقول بالروح لا نعني أن الله تعالى ليس قادرا، معاذ الله. أصل حضرتك كده هتدخل مع الناس اللي بتقول لا دي كانت رؤية منامية
وبالتالي ما يبقاش فيها اعجاز. يعني فين المعجزه؟ لان انت ممكن حضرتك النهارده تخش تنام وتحلم ان انت سافرت اسبانيا وطلعت منها على امريكا بتاع في 3 4 دقائق ورجعت. أخي علاء، ما تعرف ايه المشكله؟ ما تعرف من قال إن الإسراء والمعراج هو معجزة للبشر؟ من قال ذلك؟ اقرأ النص: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ما الهدف؟ لنريه من آياتنا. ما قال لنريكم. هذه قضية خاصة به صلى الله عليه وسلم. من تعريف المعجزة أن يشهدها الناس بأعينهم. ثانيا أن يقروا بعجزهم عن الإتيان بمثلها. الإسراء والمعراج هو قضية خاصة به صلى الله عليه وسلم. الهدف لنريه من آياتنا. هذا الموضوع. من قال إن الإسراء والمعراج هو معجزة للبشر؟ يعني أنا تريد مني أن أقول تعالوا أيها العالم انظروا إلى عظمة منهجي وإلى مصداقيته بناء على الإسراء والمعراج؟ أبدا. تعريف المعجزة يجب أن يشهدها البشر. يعني موسى عليه السلام عندما شق البحر أليس أمام الناس؟ عيسى عليه السلام عندما كان يحيي الموتى أليس أمام الناس؟ معجزة النص القرآني، المعجزة التي يحتويها، أليست مفتوحة أمام كل الناس؟ من قال إن الإسراء والمعراج هي معجزة للبشر؟ ما كانش فيه شهود عليها. بالضبط. من تعريف المعجزة، وحتى تكون معجزة يجب أن يشهدها الناس. ثانيا بعد أن يشهدوها يقروا بعجزهم عن الإتيان بمثلها. لذلك نحن عندما نقول أخي علاء الإسراء بالجسد والنفس قولا واحدا، المعراج بالنفس الشريفة. وذلك انظر ماذا يقول، قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى. رأى بطبيعته بماهيته لأنه تخلص عن قوانين الجسد. مش ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم تحدث عن هذه الرحلة؟ نعم. والمفسرين قالوا إن معنى الآيات دي إنه ربنا ورى للرسول صلى الله عليه وسلم الأول هذه الرحلة مناما، وعشان كده ما جعلنا الرؤيا بالألف. بالألف. واسألهم بالألف هي قلبية أم بصرية؟ اسألهم هم الذين يتحدثون. لا ألف اسمها فتنة. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. أيوة. الرؤيا كتبت بماذا؟ بألف أم بتاء مربوطة؟ لا بألف. خلاص. هم يقولون الرؤيا بالألف هي رؤيا قلبية. هم يقولون، وهذا صحيح. هذا صحيح. أصلا في المعجزة العددية تكامل هذا النص، يعني من الآية 1 للآية 18 في سورة النجم مع الآية الأولى في سورة الإسراء مع قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. تكاملت في معيار معجزة إحدى الكبر عدد 19. الرؤيا أتت بالألف. يعني حتى يعني ربما لا يكون هذا دليلا قويا يعني على الموضوع، ولكن هناك أكثر من دليل. تعرج الملائكة وماذا؟ والروح إليه. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. كيف تريد من جبريل عليه السلام أن يلتحم بالجسد؟ يعني هناك عدة قضايا. وما الذي يدفعنا لأن نقول بالجسد؟ يعني لماذا؟ لأن قدرة الله واسعة. نحن الله تعالى القادر هو الذي يقول لنا ذلك. أكيد قدرة الله واسعة أكيد، لكن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عندما يخلق ناموسا يذكر لنا أنه خلق هذا الناموس. في هذه الآيات لم يذكر لنا أنه خلق الناموس. لاحظ أخي أنا عندي الآيات بتقول ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى العندية. يعني لماذا لا تكون الرؤيا إلا بالجسد؟ يعني من قال هذا الكلام؟ يعني عشان في بصر مش قلب. لا كلمة قلب. إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. الحقوني يا جماعة. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. أخي علاء السمع والبصر كل القضايا في القرآن الكريم هي قضايا معنوية. أصلا الإنسان عبارة عن قضية معنوية، هو نفس، لكن هذه النفس تمتحن بهذا الجسد، وعندما تنزل في هذا الجسد تصبح محكومة لقوانين هذا الجسد. لذلك انظر في الإسراء ماذا قال لنريه من آياتنا. يعني هو ما زالت نفسه الشريفة في جسده، إذن بحاجة إلى آلية أخرى ليرى بها. يعني أقربها لك. أنت تأتي بكاس من ماء، هل ترى الجراثيم فيه؟ لا ترى الجراثيم. نأتي لك بمجهر فترى الجراثيم. يعني أنت بحاجة إلى آلية أخرى لترى الجراثيم مثلا في الكأس أو في أي قضية. يعني في الإسراء كان بطبيعته الجسدية البشرية، قال لنريه من آياتنا. في المعراج قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى. طب ما هو رأت الدين الإيحاء ده بصراحة. عايز أقول لك حاجة، يعني الله قادر، لكن الله القادر هو الذي يقول لي أنا خرقت الناموس. لو في آية أو إشارة أنا خلاص. نحن لا نقول الله تعالى ليس قادر معاذ الله، نحن نقول الله القادر الذي نزل كتابه الكريم. في كتابه الكريم القضية هكذا. يعني لماذا الإصرار على أن المعراج هو بالجسد؟
القضية ليست معجزة للناس، يعني تقصد تقول لنريه من آياتنا. ايوه، بس خد بالك ان الحدث ده، قصة الإسراء والمعراج، ربنا شاءت حكمته انه ما يكونش فيه شهود عليها، نعم. لكن في دلالات معجزة. يعني في العصر اللي نزل فيه القرآن وكان نعم. فيه الواقعة دي موجودة، لا كان فيه طيارات ولا كان فيه صواريخ ولا حاجة زي دي. نعم. فالمفترض لما الرسول يحكي، تعرف لو كلام حضرتك يعني هأقره، طب ما كان خلاص، كان الموضوع الهدف انتهى زي ما حضرتك قلت كده، ان عشان بس يشوف من آياتنا لنرياه، دي خلاص، دي هي منتهى المراد. نعم. كان سكت، ما كانش حكى للناس، لكن هو حكى للناس لتكون فتنة، وعشان يحصل فلترة، وعشان يتشاف مين اللي إيمانه ضعيف، فيقول لا يا عم الكلام ده لا يصدقه عقل، فيخرج من الإسلام. الإسلام بيقول له متشكرين، مع السلامة، مش عايزينك، لأن في رحلة للمدينة عايزة رجالة وعايزة ناس إيمانهم قوي هتقوم على أكتافهم نعم. المجتمع المسلم والدولة المدنية. ثانية واحدة بس، ثم تبعات الإبلاغ والتبليغ والجهاد وإلى ذلك. فما ينفعش ناس إيمانهم ضعيف. نمرة 2، هو ما سكتش. لو كان كلام حضرتك مظبوط والمنتهى من الغاية ان هو لنريه من آياتنا، طب اهو شاف يا سيدي ورجع وخلصنا. لا، ده هو رجع يحكي ويحكي للناس، والصديق سمي صديقا بعد تصديقه لهذه الواقعة. فلما يبتدي يحكي للناس انا شفت كذا وشفت كذا، والمكذبين من المشركين، يعني الكلام ده طبعا يجنن. صحيح. طب فعايزين يزنقوه يعني. طب انت مش بتقول رحت المسجد الاقصى؟ اوصفه لنا. وهم عارفين انه عمره ما سافر للمسجد الاقصى. شوف فعلا فيوصفه. يعني اذا اهو في كلام معجزه. مين اللي علمه؟ مين اللي عرفه؟ الكلام بتاع حضرتك برضو ان هو طبعا الصدفه مش من قبيل الصدفه ان الاسراء لغايه المسجد الاقصى، وهذه البقعه من عند المسجد الاقصى والمنطقه المباركه هي التي كانها مصعد خاص للسماء، رفع منها عيسى عليه السلام. وبالتالي كان لازم محمد يروح برضه في نفس البقعة عشان يرفع بشكل أو بآخر إلى السماء عند سدرة المنتهى، ولكن دون وفاة. طب إيه المشكلة إنه ياخدوا على بعضه كده بقدرته سبحانه وتعالى في المصعد ده؟ أنا الآن حسألك سؤال. هذا الذي كذب مسألة الإسراء، ماذا تفرق عنده إن كان المعراج بالجسد أم بالنفس؟ ما دام هو سيكذب، يعني أفرض أن المعراج هو بالجسد، ألا يكذب هذا الرجل ما دام هو لم يرى بعينيه؟ أخي علاء، القضية ليست هكذا. يعني الذي كذب، أفرض أن المعراج بالجسد أم بالنفس، أليس الأمر بالنسبة له سيان؟ هو سيكذب. نحن نصدق الإسراء والمعراج لأن هذه القضية وردت في كتاب الله تعالى. هذه قضية. 2، عندما سألوه عن الإسراء وليس عن المعراج، وكلامنا واضح. الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى جسدا ونفسا، لا خلاف في ذلك. كل الأسئلة انصبت في هذه الرحلة. المعراج يعني سواء عرج، أخي افرض عرج بالجسد، هذا الذي سيكذب ماذا تفرق عنده الأمر؟ لا شيء. لا، بيبقى سيكذب. هم كذبوا بكتاب الله تعالى. لاحظ القضية أين؟ القضية لم يشاهدها أحد أخي علاء. إذا بالنسبة لمن يكذب سيكذب. يعني الذي يريد أن يكذب أو أن لا يكذب يجب أن يرى بعينيه. هل الإسراء والمعراج هما قضيتان حدثتا على أعين الناس؟ لا. الجواب لا. نحن نؤمن بهما لأنهما وردا في كتاب الله تعالى. حتى في سورة النجم إشارة إلى المعراج. يعني هناك من بالغ في قضية المعراج، وهناك من قزم قضية المعراج. نحن نقول حدث المعراج، وفي روايات ان في مرائي معينة، وانه قابل الانبياء وكلمهم، طيب وقابل كل نبي في كل سماء، وانه شاف الجنة وشاف صحيح. النار. أنا حسأل سؤال، عندما قابل الأنبياء قابلهم كأجساد أم كأنفس؟ لا، أنفس، لأن هم كلهم طيب ماتوا. كيف سيكونوا جسدا وهم سيكونون أنفسا؟ أخي علاء، قادر على كل شيء يا باش مهندس. سيبني بقى اطلع بفاصل اخد نفسي، وهسألك برضو عن سورة يعني النجم والكلام اللي فيها والآيات اللي فيها. والآيات دي أنا برضو لسه مش هسيبها، لأن موضوع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فتح كل هذه القضايا الخطيرة. فيعني إن شاء الله نكمل نقاشها بعد الفاصل في المعجزة الكبرى. أهلا بكم مرة تانية في المعجزة الكبرى. الكلام اللي قاله المهندس عدنان إن الإسراء كان بالروح والجسد، ما فيهاش مشكلة. كان في دبة وهي البراق خدته صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة لغاية المسجد الأقصى، هذه المنطقة التي بارك الله حولها.
لكن في رحلة العروج إلى السماء عشان يقدر جسد بشري يطلع لازم يمتلئ روحا، فيبقى كأنه نوع من الصفاء الروحي، فالروح تقابل الأنبياء السابقين روح مع روح، مش جسد مع روح. هل الكلام ده هو المنطق؟ لا، في القرآن الكريم نواميس نحن لا نستطيع أن نخرقها. يعني على الأخوة المشاهدين أن يعلموا حقيقة، نحن عندما نبالغ بقضية ما لا يحملها كتاب الله تعالى فنحن نسيء لكتاب الله تعالى. أصلا أنت أرجع إلى السابقين، اختلف السابقون بذلك، منهم من قال كما نقول ومنهم من قال لا بالنفس والجسد. طيب جميل، إذا كان المعراج بالنفس والجسد ما هو دليلكم على ذلك؟ هي قضية ليست معجزة لتصديق المنهج. ألف أوحى إلى عبده ما أوحى، مش كده؟ كلها قضية له صلى الله تعالى وسلم علمناها من النص القرآني، وليست قضية مصدقة للمنهج، وهي قضية لم يشهدها الناس، والذي يريد أن يكذب سيكذب سواء عرج بجسده صلى الله عليه وسلم أم بنفسه فقط. يعني هذه ليست حجة لهم ليقولوا لنا أنه والله القضية يعني أنتم تعطونا تبريرا للذين يكذبون. لا يا أخي، القضية ذكرت في كتاب الله تعالى ونحن نصدق كتاب الله تعالى. وقلنا قضية أخرى، لماذا في الإسراء قال لنريه من آياتنا، وفي المعراج قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى؟ هذا ليس عبثا أخي علاء. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. يعني كيف تريد لجسد أن يلتحم مع جبريل عليه السلام الذي هو الروح الأمين؟ طب خدت بقى حضرتك ان في الاولى لنرياه من اياتنا، طب عيد بعض الايات يعني. نعم. لكن فوق بقى عند سدرة المنتهى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، يعني حد انها آيات كبرى، فلماذا لا تكون من ضمن الآيات الكبرى الصعود جسدا وروحا؟ القضية ليست في الآيات، القضية لنريه. يعني هو بطبيعته لا يستطيع أن يرى، هناك رأى يعني أصبح بطبيعته يرى، يعني تخلص من قوانين الجسد. هذا ما أريد قوله. في الإسراء ما زال محكوما لقوانين الجسد. طب يعني اديني تفاصيل. نعم. يعني كلام حضرتك معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم واقف عند قبة الصخرة، نعم. عند المصعد الرباني اللي حضرتك بتقول عليه أنه هو موجود عند المسجد الأقصى، نعم. اللي خرج منه أو طلع منه عيسى عليه السلام نعم. لما توفاه الله. نعم. نعم. ورفعه إليه. إني متوفيك ورافعك إليه. فمحمد صلى الله عليه وسلم بذات الطريقة، بنفس الطريقة في نفس المصعد. ماذا قال لعيسى؟ قال إني متوفيك، يعني سأفصل نفسك عن جسدك. بعد ذلك ورافعك إلي. بذات الطريقة عرج صلى الله تعالى عليه وسلم. حلو. هناك نواميس إلهية لا تتغير. إن حدث هناك خرق للناموس يذكره الله تعالى لنا في كتابه الكريم. هو بعض المفسرين قالوا ان سبحان الذي تنزه الله عن اي تصور لنقص في قدرته. بالإسراء احنا مش حاكين شيء بالإسراء، الإسراء بالنفس والجسد. طب استنى خليك معايا بس. وصل الرسول صلى الله عليه وسلم بالبراق الى المسجد الاقصى. البراق لم يذكر في القرآن الكريم على فكرة، يعني يجب ان لا نمر عليها هكذا. سبحان الذي اسرى بعبده، خلاص نحن نرفع تصوراتنا الحسية. يعني كمان انت شايف انه مفيش براق؟ انا لا اقول ذلك، لكن هل لا يستطيع الله سبحانه وتعالى ان يسري به الا ببراق؟ قدرة الله واسعة. نحن نؤمن بقدرة الله. في القرآن الكريم لم يذكر البراق. أنا لا أنكر البراق، لكن أقول في القرآن الكريم لم يذكر. بس جملة كده عشان لو أصل أنا ممكن أفتح الموضوع لو عايز ونقعد نطلع الأحاديث والروايات كثيرة. واسمع، أصلا أحاديث المعراج فيها من الدس والتلفيق ما لا يوجد في أي قضية أخرى. في قضايا لا يقبلها لا عقل ولا منطق، حتى الكثير من العلماء حذروا منها. زي اديني مثال. كثيرة، يعني يقول لك صعد سماء من نحاس وسماء ما بعرف من إيش، قضايا لا يقبلها عقل أو منطق، كلها أتت في الروايات. أنا عندي النص واضح وصريح وبين. طيب. عندي حادثتان، حادث إسراء حدثت بالنفس والجسد من المسجد الحرام، شوف مكانا، إلى المسجد الأقصى مكانا، وقال لنريه من آياتنا، انتهى الموضوع. حادث معراج وردت في سورة النجم في أول 18 آية وبشكل صريح، وفيها أنه التحم مع جبريل عليه السلام وأوحى الله تعالى إليه، وأنه رأى بماهيته من آيات ربه الكبرى. حلو. أنا هكذا يقول لي النص القرآني. وهناك قضية، يعني شوف أخي علاء، نحن لا نستطيع أن نفصل هذه الحادثة عن طبيعة عيسى عليه السلام. لا، قبل عيسى، قبل الجزئية دي أرجوك. الرسول صلى الله عليه وسلم وصل جسدا إلى المسجد الأقصى. نعم.
بقي الجسد هناك، بقى الجسد بقى وصعدت النفس. صعدت النفس لغايه سدره المنتهى، وحصل الحوار الالهي وفرضيه الصلاه والكلام ده كله، والمرائي اللي شافها ومقابلته للانبياء، كل ده حصل نفسا. الجسد ده كان ميت في هذه اللحظه؟ لا متوفى، يعني كان نائم. شوف يعني لو قلت نايم هيقولوا كان بيحلم. لا يا اخي، القضيه الله تعالى هو الذي يخبرنا عليها. يعني أنا لا أقول قضية والله حدثنا فلان أو قضية أتينا بها من هنا أو من هنا، أنا أمامي نص قرآني مطلق، قضية محسومة. والله هيقولوا عليك من القرآنيين، أنت حر. أخي علاء، الذين يقولون عرج بالجسد أين دليلهم على ذلك؟ هنا سؤال، فليأتوا لي بإشارة من دليل. لا يوجد دليل، هي عبارة عن أهواء. يعني نحن عندما نقول أسري بالجسد والنفس وعرج به بالنفس، عندما امتلأت روحا، نحن نسير وفق قوانين النص القرآني. طب انت توجد عندهم إشارة؟ كنت هتقول حاجة عن ان عيسى عليه السلام ما نفصلش بين هذه الواقعة وامتلاء نفس عيسى عليه السلام بالروح. هم لو عرفوا الروح بشكل صحيح وسليم لوصلوا إلى هذه النتيجة. ازاي؟ يعني لماذا عيسى مليء بالروح؟ عيسى مليء بالروح، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. لذلك لاحظ عيسى ولد نبيا، يعني عمره ساعة قال أتاني الكتاب وجعلني نبيا. من أول ما اتولد، مجرد ما وضع الروح في فرج مريم وضع الإنجيل ووضع عيسى. لذلك قلنا كلمة عيسى قيمته العددية تساوي القيمة العددية لكلمة الإنجيل، تساوي القيمة العددية لكلمة الروح. القيمة العددية لكلمة الروح. شوف، عيسى يساوي الروح يساوي الإنجيل. ما هو الإنجيل؟ كل ما نطق به عيسى إنجيل. لماذا؟ لأن نفسه مليئة بالروح. لاحظ الدقة يعني في فلسفة النص القرآني. تقصد أن عيسى ما كانش يتلقى وحي؟ هو فيه الوحي، يعني الإنجيل هو ما ينطق به. من قال إن جبريل كان ينزل على عيسى كما نزل على باقي الرسل؟ لاحظ أنت الفلسفة في النص القرآني، فلسفة هذه القضية. يعني هذه الميزة التي امتاز بها عيسى، هو مخلوق وبشر كأي بشر، ضخمها النصارى وجعلوه ابنا لله. لذلك أنا قلت في حلقة سابقة عيسى عليه السلام في القرآن أكبر مما يصفه المسلمون وأقل مما يصفه النصارى. عيسى ميزته مليء بالروح، لذلك كان جسده متميزا. لو كان جسد عيسى كأجسادنا لعرج فورا إلى السماء بهذه النفس المليئة بالروح. لا يستطيع أن يبقى على الأرض. كل نفس تمتلئ بالروح تعرج إلى الله، لكن لا يستطيع أحد أن يملأ نفسه بالروح. لاحظ الدقة في القضية أخي علاء. هم لو عرفوا الروح بشكل صحيح لوصلوا إلى هذه النتائج. وقلنا هذا الجسد المميز لعيسى عليه السلام له أكثر من قضية. في نزوله الثاني سيعرفونه من هذا الجسد المميز. إزاي؟ سيدخل إلى المخبر وستفحص الجينات. هو جسده يختلف عن باقي البشر. أنا سألتك السؤال ده قبل كده، قلت له إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ما فيش نطفة وبويضة، يعني ما فيش 46 صبغي، قضية مختلفة تماما. لما الناس هتخش المعمل ده، احنا النهارده العصر اللي احنا فيه موضوع حفل الدي ان ايه والكلام ده متقدم جدا. فالجينوم البشري او الخريطة البشرية لازم هيبقى واضح فيها ان فيه هنا تميز، يعني هذا ليس في ذكر وانثى بالضبط لكل البشر. اما عيسى عليه السلام مش هنلاقي فيه النطفة والبويضة. شوف ماذا يقول في الآية بسورة النساء الآية 159: وإن من أهل الكتاب، يعني فيش ولا واحد، وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به قبل موته. هو الآن ليس ميتا، عيسى دلوقتي مش ميت، قولا واحدا متوفى. إني متوفيك. لذلك لاحظ هذا الافتراء الذي تم عليه، جعله ابن الله، هو أثناء وفاته. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني، مش أمتني، كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. أثناء وفاته حدث هذا الدس وهذا الخلط، يعني آب ابن روح قدس وهو ابن لله وهو الله ثالث ثلاثة منذ رفعه إلى نزوله الثاني، يعني أثناء وفاته. عشان كده إخواتنا من النصارى لما يجوا يقسموا يقولوا والإله الحي، مش كده؟ هم ضخموا هذا الموضوع وجعلوه ابن الله. طبعا هذا يعني قال لقد كفر الذين قالوا الله ثالث ثلاثة. طبعا هذه الآية لها تفسير سنأتي إليه لاحقا، يعني الوقت لا يسع الآن لهذه الآية، ولكن بشكل عام يعني انظر إلى قصة عيسى وملء نفسه بالروح، نفهم قضية المعراج.
يعني من يفهم فلسفة وجود عيسى عليه السلام كنفس مليئة بالروح، وكيف أنه عندما قال له إني متوفيك أولا وثانيا ورافعك إلي، طيب لماذا لم يرفعه دون أن يتوفاه؟ هذا ناموس إلهي، هذا مو مجرد قصة. يعني القرآن الكريم لا يعطينا قصصا هكذا كالقصص التي نراها في المسلسلات. القرآن الكريم كل حرف فيه حكمة. توفاه، بعد ذلك رفعه إليه. محمد صلى الله عليه وسلم بقي جسده الشريف عند المسجد الأقصى، ورفعت نفسه الشريفة بعد امتلأت روحا إلى السماء. كلام جميل. طبعا يعني التفسيرات اللي حضرتك بتقولها فيها طبعا كثير من الجرأة، ويمكن لو خصصت لحضرتك حلقة للكلام عن يعني هذه الواقعة أكتر، وعن عيسى عليه السلام ورفعه وطريقة وفاته ورجوعه مرة تانية، وتفسير حضرتك لرأي القرآن الكريم في آيات كثيرة جدا في عيسى، وفي رأي النصارى في عيسى. عارف هذه قضية شائكة، لكنها واضحة في القرآن. هي واضحة في القرآن الكريم، بس محتاجة يعني تبينها للناس. ولو اني انا متوقع برضو ان هيبقى فيه يعني اعتراض كبير جدا من النصارى على الخوض في هذه الموضوعات، ولكن هي المشكلة ان هذه القضية مذكورة في القرآن الكريم أكثر من مرة، ولا نستطيع تجاهلها. ما نقدرش نحذف من القرآن الكريم بعض يعني الآيات على أهوائنا الشخصية. بالعكس، ده أنا بتصور، ومش عارف حضراتكم تتفقوا معايا ولا لأ، إنه فكرة صدام الحضارات وصراع الثقافات والرسالات وثقافة الكراهية والبغضاء وتأجيج نار الفتن الطائفية بين أتباع الرسالات المختلفة ليس هو المقصد الإلهي من تتابع الأنبياء اللي هم جايين كلهم كإخوات من عند إله واحد بجوهر رسالة واحدة هي الإسلام. نتصور ان احنا لو بينا للناس هذه الأخوة، وان ما فيش هذه المبالغات اللي موجودة في بعض المعتقدات من واقع كلام ربنا، هذا ليس كلامنا ولكن كلام القرآن الكريم، جايز ده ممكن يخفف من حدة هذا الاحتقان، ويفعل شوية ما نسمعه كثيرا عن حوارات الأديان وحوارات عالمية تقع في كثير من بقاع العالم دون أن نخرج بنتائج ملموسة، غير ان الكراهية بتزيد، الاحتقان بيزيد، عمليات القتل والتعصب ضد الديانات وضد المعتقدات بتزيد. لعل ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا البرنامج نافذة نحاول نوضح للناس فيها حقيقة هذه الأخوة البشرية، وإن شاء الله نعمل حلقة عن هذا الموضوع دون حساسيات. مش يا جماعة أرجوكم اسمعوا الكلام اللي هقوله ده كويس قوي، ده لجنة تحقيق علمية، هذا البرنامج لجنة تحقيق علمية يقال فيها فكر ويواجه بأفكار أخرى دون مقصد الطعن في عقائد الآخرين ولا ذمهم ولا تأجيج نار الفتن. ده احنا عايزين نصب الماء البارد على هذه النيران لنطفئها ونشيع الأخوة البشرية بين كل أبناء البشر، أبناء آدم على هذه الكرة الأرضية. ربنا يعيننا على هذا الموضوع الشاق. نكمل إن شاء الله مفاجأتنا في المعجزة الكبرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.